السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه متابعين مطبخ أميرة القصر؟ جايلكم النهاردة فيديو جديد من فيديوهات مطبخنا، وهنعمل مع بعض النهاردة العظمة دي. هنعمل مع بعض النهاردة صينية البطاطس باللحمة، وهقولك على كل التكات والحركات اللي تطلعها معاكي اللحمة بتاعتك تبقى جوسي أوي وطرية، وفي نفس الوقت مستوية جدا، والبطاطس بتاعتك تبقى ماسكة نفسها بالشكل ده كده، وفي نفس الوقت برضو مستوية. بس يلا بينا كده ندخل على المقادير وطريقة التحضير. بس ما تنسيش اللايك والشير للفيديو والسبسكرايب لقناة مطبخ أميرة القصر، وما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان كل جديد مني يوصلك بإشعار. شفتي بقى حتة اللحمة الدايبة قوي دي؟ تخيلي بقى ان احنا عملنا اللحمة الجميلة قوي دي. مش عايزة اقولك بقى ريحتها كانت حاجة كده حلوة قوي. عملتها مع رز بالشعرية. وصفة سريعة وسهلة جدا، بتغير يعني غيري ونوعي، ما يبقاش اللحمة على طول مسلوقة، لا. اعمليها في صينية البطاطس كده، حاجة حلوة قوي، تنفع في عزومات وتنفع لولادك، غيري لهم. بس يلا بقى كده ندخل على الطريقة على طول. معايا هنا في حلة على النار، طبعا هنبدأ نشوح اللحمة بتاعتنا الأول. انا عايزة اللحمة بتاعتي تاخد صدمة حلوة، بحيث ان هي تحافظ على طراوتها، تفضل طريه من جوه، ما تنزلش الميه اللي فيها وتبقى ناشفه. لا، انا عايزه اللحمه بتاعتي تفضل اقفل المسام بتاعتها عشان تفضل طريه وجوسي كده. تمام. دي قاعده اساسيه كده، لما باجي اسلق اللحمه لازم احط الاول معلقه كده من السمنه البلدي. بعد كده وطبعا الحله بتاعتي تكون سخنه، بنزل فيها كده الحله بتاعتي طبعا سخنه، حطيت فيها معلقه السمنه البلدي، وبنزل باللحمه بتاعتي واحده بواحده كده. اول ما السمنه بتاعتي تبدا تاخد لون ذهبي بالشكل ده كده، ببدا ان انا اقلبها. ما بتقلبيش في اللحمه كتير، عشان اللحمه لو قلبتها كتير هتبدا تنزل معاكي ميه، وانا مش عايزه الخطوه دي. انا عايزه اللحمه بتاعتي تاخد صدمه، بمعنى ان الحله بتاعتي تبقى لونها بني بالشكل ده كده. الصوص اللي في ارضيه الحله دي السمنه البلدي. اللحمه ما نزلتش ميه، وده اللي انا عايزاه. دي خطوه مهمه جدا، دي بتحافظ لي على اللحمه بتاعتي تبقى طريه، ما تبقاش ناشفه معايا. وهنا حطيت كده طماطمايه، وحطيت بصلايه، وحطيت قرن صغير خالص كده من الفلفل الاخضر، وحطيت شويه من الفلفل الاسود. وبس كده، ما بحطش توابل اكتر من كده. انا ما بحبش اللحمه بتاعتي تغير لونها، ولا الشوربه بتاعتي. انا عايزه الشوربه بتاعتي تبقى رايقه، ما تبقاش غامقه. وشويه الفلفل الاسود دولت بحطهم بس في التشويح في الاول. بعد كده وبجيب ميه سخنه معايا، وببدا ازود اللحمه بتاعتي. لازم تزودي ميه سخنه، بحيث ان اللحمه بتاعتك تدخل في السوا على طول وما تجلدش معاكي. تمام، خلاص هسيب اللحمه بتاعتي كده لما تتسلق 3/4 سلقه. يعني انا هسيبها هسيب في اللحمه بتاعتي التكه الاخيره اللي هو الربع الاخير. ويلا بقى هنا نحضر احلى طريقه لاحلى صينيه بطاطس ممكن تعتمديها مع الفراخ او مع اللحم. انا جبت هنا بصلتين كبار ومقطعاهم حلقان بالشكل ده كده جوليان، ونزلت عليهم كده بالتوابل بتاعتي. وتوابلي هنا بسيطه خالص، انا ما بكترش في التوابل وما بافورش فيها. بمعنى ان انا حطيت شويه من الملح، حطيت شويه صغيرين خالص من الفلفل الاسود، شويه صغيرين خالص من الكمون. بس انا بحطش توابل اكتر من كده. التوابل الكتير بتغير طعم الحاجه وبتغير طعم الاكل. لا، انا عايزه احس بطعم البصل، وعايزه احس بطعم الثوم، عايزه احس بطعم الاكل ظاهر كده، ما يبقاش التوابل هي اللي طاغيه على الحاجه. تمام. تاني خطوه وتاني تكه ومهمه جدا، ان انا ادعك البصلايه حلوه قوي الدعكه دي على الناشف كده قبل ما احطها على النار. آه، اهرسها كده حلوه، هرسه حلوه بايديا كده او باي معلقه مع التوابل بتاعتي. الخطوه دي مهمه جدا جدا جدا. انت بتنزلي الطعم الحلو اللي في البصلايه مع التوابل، بتدي نكهه حلوه قوي. تمام. نزلت بقى هنا، حطيت معلقه كده برده من السمنه حلوه كبيره، ومعاهم معلقتين من الزيت. وبدات ان انا اشوح البصل. انا عايزه البصل بتاعي يدبل، انا مش عايزاه يتحمر، انا عايزاه يدبل. وفي نص الحله بتاعتي، في نص الصينيه بتاعتي اللي انا بعمل فيها، حطيت كده حوالي 4 أو 5 فصوص من الثوم المهروس. وبدأت ان انا اشوح كده البصل مع الثوم مع التوابل. مش عايزه اقولك الريحه كانت جباره، حاجه كده واو، حاجه كده حلوه قوي. تمام. بشوح البصل، انا مش عايزه البصل ياخد لون، انا عايزه بس ادبله، عشان طبعا البطاطس بتاعتنا بتستوي بسرعه جدا، ما بتحتاجش وقت. فانا عايزه البصلايه تبقى مهريه، انا مش عايزه البصلايه تقرش والبطاطسايه هي اللي مهريه، لا، انا عايزه البصلايه هي اللي تبقى مهريه والبطاطسايه هي اللي ماسكه نفسها.
تمام. معايا هنا حته كده من الدهن او الليه، هي حته دهنه كده جايه مع اللحمه. ببدا اقطعها كده حتت صغيره عشان احنا بقى بنعمل صينيه بطاطس باللحمه، فانا عايزه احرش الصينيه اكتر ونطعمها اكتر. تمام. حطيت كده حته وهبدا انها اسيبها تتشوح كده مع البصل لما تسلي الطعم الحلو بتاعها. ومعايا هنا دي بطاطس بتاعتي انا مقطعاها برضو حلقان بالشكل ده كده. طبعا سمك البطاطس ما يبقاش رفيع قوي عشان ما تتهريش معاكي، لا انا عايزاها السمك اللي هو ايه المناسب، اللي هو سميك قوي ولا هو رفيع قوي. وطبعا كنت غسلاها ونقعها في ميه كده عشان تنزل الماده النشويه اللي فيها. ومعايا هنا قرنين فلفل سبايسي حاميين كده، حطيتهم قرنين 2 بس مش كتير، يعني انا حاطه هنا قرن مقطعاه وقرن تاني هحطه سليم بحيث ان هو ينزل الطعم الحلو بتاعه، وبعد كده بشيله عادي. تمام. ومعايا هنا حوالي رتل من الطماطم ضربها في الخلاط، طماطم فريش عاديه جدا ضربتها في الخلاط، وبعد كده حطيتها على البطاطس بالشكل ده كده. شفتي بقى البطاطس بتاعتنا جميله جدا. بدات ان هي تغلي معايا اهو. طبعا انا بحطها على النار شويه الاول على عين البوتاجاز من فوق كده، وبعد كده اول ما بتبدا تغلي مع بعضها ببدا ادخلها الفرن. هنا بقى اللحمه بتاعتي خلاص خدت 3/4 سوا، فاضل الربع اللي فاضل بس. بكمله الربع اللي فاضل ده مع البطاطس عشان البطاطس تاخد من طعم اللحمه واللحمه تاخد من طعم المرقه بتاعت البطاطس. خلاص هبدا كده على وش البطاطس هبدا ارص اللحمه بتاعتي، وطبعا انا اتاكدت ان هي خلاص يعتبر دخلت على السوا. واللحمه بتاعتي طبعا وهي بتتسلق انا كنت حاطه لها شويه من الملح عشان تاخد برضو الطعم الهدوء بتاعها. خلاص هبدأ هنا بقى ازود كده شوية شوربة او شوية مرقة من مرقة اللحمة عشان صينية البطاطس بتاعتي طبعا لسه هتبدأ تتشرب الشوربة دي، والبطاطس هتبدأ تستوي فلسه عايزة مرقة تشربها. بالشكل ده كده بغليها بقى غلوتين على النار، وبعد كده ببدأ ان انا ادخلها الفرن. ما بتاخدش معايا وقت في الفرن، يدوبك ربع ساعة وبخرجها بالشكل والجمال العظمة دي. شفتي بقى حاجة كده جميلة جدا، ولا الريحة كانت جميلة جدا جدا. لو عايزة تديها لون زيادة عن كده، بس انا بصراحة ما بحبش اديها لون اغمق من كده. انا مش عايزة اللحمة بتاعتي تنشف، انا عايزة لحمة حتة لحمة طرية ودايبة كده تتاكل كده في البق تبقى دايبة دوب. وده الشكل اهو بتاعي اهو. طبعا انا عملت معاها رز بالشعريه بس انا ما صورتوش في الفيديو لان انا صورته معاكم كذا مره، فعشان كده ما رضيتش اصوره. شفتي بقى البطاطس كانت دايبه دوب ازاي، ولا حته اللحمه بقى مش عايزه اقول لك كانت دايبه، ولا الصوص بتاعها بقى والصوص اللي نازل منها كده بالبهريز بتاع الحته الدهنه اللي احنا حطيناها مع بهريز اللحمه. حاجة كده فاخر من الآخر. بس يلا بقى لو عجبك الفيديو وعجبك محتواه متنسيش تنزلي تعملي لايك وشير وسبسكرايب لقناة مطبخ أميرة القصر. وبألف هنا وشفا على قلبكم يا رب، وإن شاء الله تجربوا الوصفة وتطبقوها وتبعتولي على الحساب بتاعي على الفيسبوك حساب أميرة القصر التطبيقات بتاعكم. ومتنسيش بقى تنزلي تعملي لايك وشير للفيديو وسبسكرايب لقناة مطبخ أميرة القصر. وبألف هنا وشفا على قلبكم يا رب.